كيفاش كان الاجتماع الشعبي اليوم في منطقه المناسير؟ كيفاش كان الاجتماع الشعبي في منطقه المناسير؟ انتم الصحفيين نجم مستوى بعد الجزء هذا من الحكايه نمشيو نشوفوا الجزء الثاني. منطقه الملاسين فيها نشطاء من نداء تونس بدات حكايتهم بفيديو على الفيسبوك. خلينا نتعرفوا عليكم شويه. تفضل. انا معز بن عمر. ايوه. عضو مكتب محلي لحركه نداء تونس بدائره السجومي، مكلف بالاعلام، وهذا ما يثبت الصفه نتاعو. ايوه. الاستاذ طارق العبيدي، عضو مكلف بالعلاقه مع الجمعيات، مكتب المحلي لحركه نداء تونس. كنا تقول لي ساعتي شنو اللي تعمل في الدنيا، شنو اللي والله انا وصلت مستوى جامعي سنه اولى جامعي، عملت ليسونس ابليكي جيستيون، وحاليا ممرض حراس في النادي الاولمبي للنقل، والحياه الاجتماعيه نتاعي نهار نخدم ونهار ما نخدمش. واضح. الاستاذ انا اونسيان جوار في السيوتي. في السيوتي في النادي الاولمبي للنقل. ملاسين الكل تعرفني، بريس كبار في تونس يعرفوا طارق العبيد. كونترونير تو السيوتي. انتو زوز في السيوتي. هي بو باكرة. تفضل. أميمة الدريدي. مرحبا. مكلفة بالشباب. نيفو باك. وكنت عضو مع نداء تونس. ما عادش توا؟ مازلت عندك بطاقة؟ لا مش ما عادش حاجتك باهي. ما عادش حاجتي باهي. سيء. باهي. تفضل. سوسن الدريدي. أنا مكلفة بالمرأة في المكتب المحلي نداء تونس. فهمتني، وأكثر واحدة ناشطة في نداء تونس. والعلامة وقتاش بديت؟ شنو هذاك تبع؟ والعلامة أنا مريضة والتعب هذاك هبط لي نار على رقبتي وعلى كل شيء. ومن بعد في الآخر ما فما حتى شيء، وعود زيفة وما فما حتى حاجة. أنت وقتاش عندك في نداء تونس؟ محسو عندي. احنا كنا ننشطوا عامين في السر، يعني وقت اللي بدا وبعد توا كيف وبدا في السر هو. وباش نحط لك حاجه، اول عباد يدخلوا نداء تونس ملاسين هما احنا، هي انا دارنا احنا، كنا كارين لهم المقر نتاعهم الاولاني في دارنا احنا. قبل العامين؟ لا قبل ما يبدا؟ لا، من رمضان، من قبل رمضان من 3 شهور. مقر نداء تونس كان في داركم؟ ايوه، تعالوا نهز نوريكم معناها المقر وين كان، في دارنا وكل شيء. واول معناها شنو اللي كان ثم في داركم؟ كيفاش كان المقر؟ كنا كان فما خدمه؟ كان عندنا جراج صغير احنا في الدار هو. اما انا النشاط الكل نعملوا فيه في وسط دارنا الداخل، ندخلهم للصاله وكل شيء ننشطوا فيه معناها، ونجيبوا فيلم منخرطين وتاعبين يعني ليل ونهار. يعني في رمضان تصور الناس تشق فطرها، احنا دوب نشربوا الشربه وصاي ونبداو النشاط نتاعنا في دارنا هذايا. فهمتني، ضحينا معاهم معناها محسوب 3 شهور في دارنا. فهمت؟ والاستاذ منى العياري، مساعد كاتب عام حركة نداء تونس منطقة الملاسين. واضح. واستاذنا صبري جلاسي، عضو مكلف بالهياكل والطعبة، مكتب محلي لنداء تونس بسجون. انتم كلكم من الملاسين؟ كلنا وعامل بوزارة الصحة. عامل بوزارة الصحة. واضح. طيب احنا جينا باش نشوفوا، خاطر بدات الحكايه فيديو في الفيسبوك. الكلكم استقلتوا بطريقه جماعيه. تفهمتوا فيها الاستقاله؟ اي. وشنو كيفاش بدات المفاهمه بتاعكم على الاستقاله؟ المفاهمه جات الامبروفيس، جات باب الصدف، شفنا وجوه من نظام الخديم، على الاقل نسمي لك زوز، هو كريم العوجي انيس العوجي وكريم بن ضياء. شنو اللي كانوا هذوما في نظام الخديم؟ كانوا في التجمع، يخدموا في التجمع. شنو اللي كان ناصر شويخ معاه. كان في الشباب لاهي وفي وكان كريم بن ضياء كان كاتب عام من لجنه التنسيق بالورديه. اي هذوما ما كانوش ينشطوا في نداء تونس من قبل؟ ينشطوا. اما احنا ما عندناش علم بهم. وناصر شويخ كان رئيس بلديه. وين كانوا ينشطوا؟ ما شفناهمش قبل، نحن كي شفناهم يعني جوست حاضره معنا وشفناهم وقتها يعني ينشطوا في الخفاء. في الخفاء يعني ما شفناهمش قبل. شو معناتها ينشطوا في الخفاء؟ سامحني. معناها هما عندهم مشاكل بطبيعتهم في الملاسين ما يدخلولهاش، من ايامات الثوره ما يدخلوش الملاسين. يعني ينشطوا بعيد في اللاك
معناها مع كيما نقولوا مع الكبارات غاديكا. احنا ما عندناش كونتاكت غاديكا يعني بالكدا. وقتاش احنا علمنا بهم كي صارت معناها تنسيق القائمات وكل شيء، ترشح هو انيس رئيس اللجنه الانتخابيه علينا احنا في الملاسي. وقتها احنا علمنا اللي انيس هو معناها نعرفوه يعني نعرفوه، فهمتني؟ معناتها اللي تحبوا تقولوا خدمه غادي في الاداره، خدمه في الاداره في اللاك، اي في اللاك غادي. شكون اللي كان على اتصال المكتب المحلي نتاعكم معناها بالاداره؟ المنسق اللي هو الملصق تو اللي قلنا لك، اللي هو توا خاننا ملصق كيفاش يلصق معناها في توا في القائمات نتاع نداء تونس، فهمتني؟ بعد يعني سي ناصر الخليفي. عاد تحب تقول اللي دور المنسق هو التنسيق. ايوه هو توا حطوه يلصق، من بعد ما كان منسق ولا يلصق لهم. نحاول نشاطر اختي الراي اللي هي خلينا نحكي